عملت ايه؟ اول ما صحيت كده بقى حضرت فطار بسيط، عملت كوبايه شاي وحطيت جنبها من الباتيه اللي عملته. سالتوني كتير على الوصفه، فالوصفه موجوده في الهايلايت. بعد كده بقى قعدت اكتب حاجات كده في الاجنده بتاعتي واظبط كام حاجه. خلصتهم بقى ودخلت عشان اعمل الفلافل. شويه خضره شبت وبقدونس وكزبره وشويه توم وبصلايه، وغسلت الفول وصفيته كويس بعد ما نقعته طبعا. بعد كده بقى هضرب كل الحاجات دي في الكبه كده مع بعضها على مراحل مع شويه ميه صغيرين قوي. بعد بقى ما ضربتهم كويس حطيت عليها شويه ملح وشويه كمون وشويه بقسماط وشويه فلفل. هقلبهم بقى مع بعض، وده كده بيكون قوام عجينه الفلافل بتاعتي، لازم يكون متماسك كده زي ما انتوا شايفين. خلصتها بقى وبخزنها ازاي، بحطها في اكياس كده وبحفظها في التلاجة، وبنزل منها على الاستخدام على طول. وانا بحب افرد الحاجه في الاكياس كده علشان ما تاخدش مساحه في الفريزر وتسحم لي الدنيا. خلصت بقى الفلافل وحطيتها في الفريزر. بعد كده كنت عايزه اعمل الفول، فحطيت الفول برضو بعد ما غسلته ونقعته كويس. حطيت عليه طماطمايه وشويه عدس اصفر وشويه كركم وبابريكا، وحطيت كمان عليه ليمونه. ودي وصفتي في الفول، كل سنه بعملها في رمضان بنفس الطريقه، بتطلع تحفه. حطيت عليه ميه سخنه وحطيته على النار، بيقعد من 4 ل6 ساعات لحد ما يستوي كويس. بعد كده كان عندي شويه غسيل في الغساله فشغلت عليهم بقى، وكنت عايزه اعمل عصير كركديه فغليت الميه. المره دي بقى عملت كركديه بالتمر، حطيت حته تمر هندي كده مع الكركديه وسبته لحد ما يتنقع. بعد كده بقى قعدت خدت بريك كده وقعدت اتفرج على CBC سفرة. وبعدين كان الكركديه برد فصفيته كده في الازايز بتاعته، وانا بعمله مركز. بعد كده بحطه في الكوبايه وازود عليه ميه عادي عشان كتير بتقولولي ان هو تقيل قوي. كان عندي بقى شويه غسيل فطبقتهم ورجعتهم مكانهم تاني للدولاب. كان بقالي اسبوع عايزه اعمل مخلل بصل، وكنت شاريه البصل وسايباه، قلت بقى ايه لازم اقوم اعمله. طريقتي بقى في البصل، بحط ميه تغلي على النار، بعد كده بحط فيها البصل وبطفي النار، وبيقعد 15 او 10 دقايق بالظبط. بعد كده بشيله من على الميه ساقعه. بعد كده بقى نشرت الغسيل عشان كانت الغساله خلصت، فقلت انشره بالمره. بعد كده نضفت بقى البصل كويس من القشر وقطعت الحته اللي فوق واللي تحت دي. وانا مش بسلق البصل يا جماعه، انا بحطه بس في ميه مغليه وبسيبه في الميه المغليه لمده 10 او 15 دقيقه لحد بس ما القشره اللي بره دي تطرى. حطيت بقى عليه شويه عصفر وشويه حبه البركه وشويه شطه وشويه ملح وحبه خل، وهنزل عليه بالميه وبس كده، مفيش اسهل من كده. حطيته بقى في برطمان يكون نظيف كده، حطيته في البرطمان وبسيبه بقى لحد لما يتخلل خالص. وبعد كام يوم بدوقه عشان لو محتاج ملح او اي حاجه بزود له. بس كده كنت بقى عملت الفول خلاص واتدمس، فحطيته هو كمان في اكياس، وبرده احب افرده كده عشان ما ياخدش مكان في التلاجة، وحطيته في الفريزر. جه بقى ميعاد الغدا فطلعت المكرونه دي، كنت جايباها من الضحى فقلت اجربها، ومشيت على نفس الطريقه بالظبط اللي ورا الكيس. هي بتسلقوا المكرونه 7 دقايق، بعد كده في اللبن بتحطوا الباكو ده البودر، وبعد كده بتنزلوا عليه بالمكرونه. بصراحه طعمها عادي، يعني طعمها اكن بتاكلوا بالظبط مكرونه بصوص بشاميل.